يا مساء الجمال والدلع. النهاردة هنعمل جلاش باللحمة المفرومة والزبادي. الزبادي هيخلي الجلاش بتاعنا طري وفي نفس الوقت مش مدهن وخفيف جدا وطعمه في منتهى الجمال. يلا نشوف ايه المكونات والطريقة بتاعتنا. عندي معلقتين كبار من السمنة، وياريت السمنة بتاعتنا تكون في درجة حرارة الغرفة عشان تبقى سهلة معانا في الفرد. وعندي كوباية من الزبادي، هبدأ احط كوباية الزبادي على السمنة، وطبعا احنا مش مكترين السمنة عشان هنحط الزبادي والزبادي هيزود الكمية. هنفضل نقلب الزبادي لحد ما يدوب مع السمنة بالشكل ده، وهنبدأ نجيب صينية اللي هنعمل فيها الجلاش ونكون دهنين الأرضية بتاعتها بالسمنة، وهنبدأ نجيب ورق الجلاش بتاعنا ونفرده في الصينية بالشكل ده. هنحط ورق الجلاش يبقى عكس بعضه عشان اوزعه كويس في الصينية ويبقى يعني متساوي كده في التوزيع. يعني هحط مثلا ورقة بالطول ورقة بالعرض وهكذا. بين كل ورقتين وورقتين هبدأ ادهن بالسمنة والزبادي بالفرشة بالشكل ده، وههتم بالحروف بتاعة الصينية لان طبعا الحروف بتبقى محتاجة دهن اكتر عشان بتكون مقرمشة شوية. هبدأ اتني الطروف اللي طالعة برا الصينية بالشكل ده وهدهنها تاني من فوق، وبعد كده هكمل توزيع الورقات زي ما اتفقنا. لو حطيت ورقة بالطول هحط التانية بالعرض زي ما قلتلكوا عشان الجلاش يبقى متوزع كويس في الصينية. هبدأ بقى اكرر نفس الخطوات، وبين كل ورقتين وورقتين هبدأ ادهن، والطروف اللي طالعة من الصينية هبدأ اتنيها وادهنها تاني من فوق بالشكل ده. اول ما نوصل لتقريبا نص الورق هنبدأ بقى ننزل باللحمة المفرومة المتعصجة، وطبعا احنا سبق وعصجنا اللحمة مع بعض قبل كده في كذا فيديو، فانا محبتش اطول عليكم الفيديو. هسيب لكم كذا فيديو في صندوق الوصف كنا عصجنا فيهم اللحمة قبل كده. طبعا اخر طبقة في الجلاش قبل ما نحط اللحمة مش هندهنها عشان هتبقى شاربة من الصوص بتاع اللحمة. وبعد كده هنكرر نفس الخطوات، هنبدأ نرص ورق الجلاش لحد ما نخلص كل الورق اللي معانا، واخر ورقة هنحطها على الوش هنبدأ نتنيها لجوه بالشكل ده. طبعا الخطوة دي اختياري لكن هتدي شكل حلو للصينية، خصوصا لو عندك عزومة يعني الصينية تبقى شكلها حلو كده على السفرة. دخلت الورقة بالشكل ده، وبعد كده بقى هندهن وش الصينية. بعد ما ندهن وش الصينية هنبدأ نقطعها بالسكينة. طبعا هنقطعها وهي نية، لان لو خرجتيها من الفرن وبدأتي تقطعيها التقطيع بتاعها هيبقى صعب جدا والجلاش هيكسر منك والقطعة مش هتطلع منك مظبوطة وهيبقى شكله مش حلو. بدأت اقطعه بالشكل ده، وبعد كده ادخله الفرن على درجة حرارة 180. طبعا فرن متسخن من قبل، ويعني خلي بالك الجلاش مش بياخد وقت في الفرن، يعني نص ساعة بالكتير قوي وهتلاقيه استوى. خليكي متابعاه عشان ما يتحرقش منك. اول ما يستوي معاكي هتكوني محضرة شوربة مغلية. طبعا يستحسن ان هي تكون شوربة لحمة، لو ما عندكيش هتستخدمي مرقة لحمة. نزلت بكوباية الشوربة على الجلاش، وبعد كده هدخلها تحت الشواية دقيقتين بس تاخد وش من فوق وهتطلع معايا بالشكل ده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير. كان معاكم إسراء، سلام.